مشاهدينا ومشاهدي قناه المصريه في كل مكان، اهلا بحضراتكم والجزء الثاني من مسلسل ماما في الاسم، مسلسل بطوله النجمه الكبيره سمير احمد والنجم الكبير محمود ياسين وياسر جلال وريم صابوني واحمد فهمي ومرهان ومحمد عبد الجواد وايمن عزب وعدد كبير جدا من النجوم، تاليف السيناريست الكبير يوسف معاطي واخراج المخرجه الكبيره رباب حسين. تعالوا مع بعض نكمل الجزء الثاني من مسلسل ماما في الاسم. دي مدام فوزية أم الأولاد، ست ملهاش مثيل، ما بتسلمش، رئة ونعومة وهدوء، العين ما تطلعش من بقها، تداعي مسامعك أما تتكلم. انت مش هتمشي؟ أنا مش همشي إلا لما حضرتك تقولي لي امشي. ما انا تقريبا بقول لك انا مش امهم، هم مش ولادي. حضرتك مقدمه البلاغ في مين بالظبط؟ وزير الداخلية. ضيفتنا في برنامج بلاتو النجمه الكبيره خيريه احمد، اهلا بيكي معانا النهارده على قناه المصريه وبرنامج بلاتو، منورانا والف الف مبروك مسلسل ماما في الاسم. الله يبارك فيك وميرسي خالص. ربنا يخليكي يا مدام خيريه، وبجد انا والله سعيد، وحضرتك تاريخ كبير وجميل امتعتينا من خلال الفن، زمن الفن الجميل اللي لسه لغايه دلوقتي احنا مستمتعين لما بنشوف حضرتك والله يا مدام خيريه. الله يخليك، اشكرك جدا والله، انا بستحق كل ده حقيقه يعني. ربنا يعني دايما يكون كرمك وموفقك يا رب، ومزيد من النجاح والتألق دايما يعني. يا رب يا رب، الحمد لله الحمد لله. مبروك مسلسل ماما في الاسم. يمكن احنا معاكي النهارده في كواليس برنامج بلاتو على الفضائيه المصريه، ونقول لك مبروك ماما في الاسم، وعرفنا ان ماما عامله محاضر كتير ايوه، مفيش حد يقول لها سلام عليكم لما توديه الاسم. ايه موضوع ماما في الاسم بقى يا مدام خيريه؟ لا، هو موضوع جميل جدا الحقيقه، انساني جدا، ويعني عارف ان احنا عاوزين نرجع الناس في القيم والاخلاق، وانك تحافظ على جارك يعني اي حاجه غلط ما نعملهاش. يعني هو الموضوع بيقول كده، يعني اي حاجه بتزعج جارك ما نعملهاش. اصبح دلوقتي كل حاجه الاصوات العاليه، الخبط والرزع لحد الساعه 3 بالليل وحاجات كده. ما بقاش فيه احترام، مفيش احترام للجار، مفيش احترام للبني ادم نفسه. فهو المسلسل يعني رجوع للقيم والاخلاق وكل شيء جميل الحقيقه اللي احنا افتقدناه فعلا يعني. طبعا بهدلت الناس كل شويه اسم رحتي معانا ازاي تدخلوا الاسم؟ رحتي معانا اسم يا مدام خيريه ولا لا؟ لا لسه ما رحتش. لا، هي مش هتقدر عليا انا بقى، انا اختها الكبيره. اتفضلوا يعني بسرعه. السلام عليكم يا فندم. اتفضل. الباشا قال اتفضلوا. اتفضل ليه؟ خلاص، السلام عليكم يا فندم. اسفين، كتر السلام مش لذيذ، مش حلو. يلا يا ستي، الله يخليك يا حبيبي. يلا السلام عليكم. اهلا بحضراتكم ويوم جديد وبرنامجكم بلاتو، وزي ما عودناكم حلقات في بلاتو بتكون مختلفه. استاذ معروف هو تحرق الفيلم. استنوني في بلاتو على قناة مصرية فضائية. استنوني على المصرية، برنامج بلاتو على قناة المصرية. انتظروني على الفضائية بلاتو. استنوني في بلاتو على المصرية. على المصرية، واحنا كلنا بنحبك. يمكن اجمل ما في الموضوع ان يعني اول مره حضرتك بتلتقي مع النجمه الكبيره سمير احمد والنجمه الكبيره خيريه احمد، بس طالعين اخوات بقى، يعني حضرتك طبعا اخوات في الحقيقه وفي المسلسل، فدي اول مره. اول مره. فالشعور عامل ازاي بقى يعني؟ والله هو شعور جميل جدا، لان هو الدور ان انا اختها الكبيره وطيبه جدا ومتسامحه جدا، وتملي هي بتصعب عليا، لكن هي عصبيه قوي، ويعني انا بحاول اهديها واحاول يعني احتضن الولاد وولادها لانهم بيتفرقوا، فبحاول بنلم الشمل تاني.
طبعا. يعني بجد والله مدام خيريه حضرتك امتعتينا وشرفتينا ونورتينا، بس انا عشان هم هيصوروا فبجد الف الف مبروك. شكرا جدا وشكرا يا رب، شكرا ودايما بالتوفيق باذن الله. بيخافوا منها ولا حدش طالعنا، لو حرب جديدة اكيد من سببها هي. طول عمرك اناني وانتهازي ووصولي. دي موزية هنطرد ماما يا فارس، هنرميها في الشارع. يا حلاوتك من الناس، انتوا اللي هتربونا ولا احنا اللي هنربيكم؟ نجمة هما في الاسم تاني. احنا عملنا كده علشانك انت يا حمار. لما يعملوا ايه مش هيهزموني. استنوني على المصرية في برنامج بلاتو. استنوني في برنامج بلاتو على المصرية الفضائية. كل سنة وانتم طيبين. من ابطال مسلسل ماما في الاسم الفنان المتالق النجم محمد عبد الجواد، اهلا بيك معانا على قناه المصريه وبرنامج بلاتو، منورنا والف الف مبروك ماما في الاسم. اهلا وسهلا بيكم وكل سنه وانتم طيبين، وانتوا اللي منورينا، ومبروك على المشاهد المصري والعربي ماما في الاسم. ربنا يخليكم. يمكن يعني ماما في الاسم عامله قلق، يعني قلق جامد قوي الحقيقه، ودت كل ابطال المسلسل في الاسم، طبعا داخل احداث المسلسل. فالموضوع ده يعني احنا ناقشناه النهارده من خلال حلقتنا، فايه اللي بيحصل معاك بقى في المسلسل؟ واحكي لنا بصراحه. انا هقول لك على حاجه، ماما بجد يعني من حقها تعمل اي حاجه وكل حاجه. مدام سمير احمد، حد انا اول تجربه ليا معاها. حد انا مفاجئ بيه، حد جميل جمال ما حصلش. حد ديمقراطي جدا، برغم ان في ناس كتيره جدا اتهموها بالديكتاتوريه، لكن هي حد ديمقراطي جدا. مجموعه العمل ككل، ابتداء من يوسف معاطي، الاخ العزيز اللي هو انا برضو يمكن دي اول مره اشتغل في حاجه لاخويا العزيز يوسف معاطي، الجميله المتالقه مدام رباب حسين، وطبعا النخبه الجباره اللي بتجمع المسلسل ده، اللي هي بتجمعها كيمياء. انا مش عايز اقول لك يعني كم الضحك الموجود، كم الاندماج ما بين الكاست وبعضه، بجد شكل انا ما كنتش متصوره. انا دي روح بحبها قوي، ففوجئت بيها انها موجوده وبشكل عالي قوي. ياسر جلال، استاذنا الجميل محمود ياسين، ضياء مرغني، صبري عبد المنعم، لا 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 نخبه كبيره قوي. فبجد انا بقول بجد مبروك على كل المشاهدين المصريين والمشاهد العربي ماما في الاسم، اللي انا اتمنى بجد ليه، لانه يبقى قد المجهود الكبير اللي اتعمل فيه، ويلقى قبول الناس، لان ده يعني هيكون له صدى هقول لك عليه بعدين مش دلوقتي. تعرف يا حسين يا بنتي، احنا دخلنا الى قاعة كبار الزوار دي تقديرا من عامر بيه لمكانتي، وحرصا منه على مجاملتي بشكل شخصي. انا سعيده بيه والتزامه في العمل. اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه في ياسر جلال. اخوات في المسلسل زي الحقيقه، يعني محدش يقدر يهزمني. ما بحسش ان انا تعبت ما دام بعمل حاجه انا مبسوطه بيها وحاسه انها ان شاء الله تعجبكم. دورك بقى في المسلسل ايه؟ انا عامل صبري ده تقدر تقول ان هو دماغ مخ جهنمي، كتف بكتف مع الوزير ونائب الوزير، ويستطيع ان هو يشيل وزير ويخلي نائب وزير يبقى وزير، وكان يستطيع ان هو يبقى هو الوزير.
تركيبه خطر قوي. انا مبسوط بيها جدا. ومين الوزير في المسلسل؟ يعني هو في وزير وفي اخويا ياسر بيبقى جوز بنت الوزير، وبفضل الله يعني بنخليه وزير. تخليه وزير. ده يعني انا عايز اقول لهم شايفين ان ده دماغ جباره جوه احداث مسلسل ماما في الاسم، فمش ممكن الحقيقه. لا يعني نموذج للشخصيه موجوده في مجتمعنا وموجوده في وسطنا. بس هل فعلا في دماغ بالشكل ده؟ بص انا هقول لك على حاجه، ان مفيش اي يعني كل الرؤوس الكبيره لابد ان يكون في هيد بيرسم ويخطط وينفذ عشان الوصول للهدف. احنا تقريبا ماشيين على نفس النهج ده. ابص لروحي فجأة لقيتني كبرت فجأة، تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي. قوليلي ايه يا مرايتي، قوليلي ايه حكاية الكنش دي نهايتي واخر قصتي. السلام عليكم. يمكن يعني بجد والله انا عايز اقول لك ان ربنا يوفقك انت الحقيقه، يعني اعمال كتيره جميله انت مشارك فيها، وربنا يكرمك ان شاء الله في شهر رمضان الجاي، وان شاء الله برضه في ماما في الاسم يحقق نجاح كبير في رمضان. بس ايه الجديد معاك اللي انت بتستعد له ان شاء الله بجانب ماما في الاسم، وبرضه نعرف المشاهدين؟ في ان شاء الله اكتوبر الاخر مع الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ. في السائرون نياما مع الاستاذ محمد فاضل. في هز الهلال يا سيد مع الاستاذ احمد صقر. وكويس كده كفايه في يعني مجموعه مسلسلات ان شاء الله باذن الله. والحقيقه كلها اعمال متميزه بكتاب متميزين لمخرجين عظام. مفيش حد عايز تشتكي منه النهارده؟ ياسر جلال، استاذ صفوت، اي حد؟ ما اقدرش اشتكي من ياسر جلال خالص، ولا اشتكي من ديال مرغني، ولا اشتكي منك. مش هقدر اشتكي من حد. اشتكي من صباعي بس. دي اسرار. بجد والله نورتنا والف الف مبروك يا حبيبي، اسعدتني. وانا طبعا احنا اصدقاء من زمن، ويمكن دي اول مره نسجل مع بعض. انا سعيد بالحدث ده، انا بعتبره حدث النهارده. ربنا يخليك، انت استاذ كبير، ربنا يخليك. ما تحرمش منك يا حبيبي. ربنا يخليك، شكرا ليك والف مبروك. شكرا ليك، وكل سنه وانتم طيبين، وكل المشاهدين طيبين. اتفضلوا يعني انصراف. السلام عليكم يا فندم. اتفضل. الباشا قال اتفضلوا ليه؟ خلاص السلام عليكم يا فندم. اسفين كتر السلام مش لذيذ، مش حلو. يلا يا ستي الله يخليك يا حبيبي. يلا السلام عليكم. اهلا بحضراتكم ويوم جديد وبرنامجكم بلاتو، وزي ما عودناكم حلقات في بلاتو بتكون مختلفه. كلام معروف هو تحرق الفيلم. استنوني في بلاتو على قناة مصرية فضائية. استنوني على المصرية، برنامج بلاتو على قناة المصرية. انتظروني على الفضائية بلاتو. استنوني في بلاتو على المصرية. على المصرية، واحنا كلنا بنحبه. من ابطال مسلسل ماما في الاسم النجمه المتالقه ريم صابوني، اهلا بيكي معانا على القناه المصريه وبرنامج بلاتو، منورانا والف الف مبروك ماما في الاسم. الله يبارك فيك، اهلا بيك يا محمد، واهلا بالفضائيه المصريه. ربنا يخليكي. ويمكن يعني ما شاء الله يعني في رمضان ده ازمه سكر وماما في الاسم، والحقيقه مسلسلات واغتيال شمس، الحقيقه مسلسلات كلها جميله. وان شاء الله ماما في الاسم احنا معاكم النهارده طول اليوم بنحتفل مع حضراتكم من خلال كواليس مسلسل ماما في الاسم، وبنوري برضو للمشاهدين الكواليس شكلها عامل ازاي والتعب قد ايه. فاحنا بنبارك لك وبنقول لك يعني دورك في ماما في الاسم وسط المشاكل اللي بتحصل دي والبهدله. طبعا انا سعيده جدا جدا، اولا لان انا بشتغل مع الاستاذه سميره احمد، ولانها اختارتني في الدور، وطبعا الكاتب العظيم الاستاذ يوسف معاطي لان هو كاتب الدور، مش دور بس، ده جميع الادوار، يعني كل الناس تشهد الاستاذ يوسف معاطي، والاستاذه المبدعه استاذه رباب حسين. عايزه اقول لك دوري في المسلسل ده
مختلف طبعا عن بقيه المسلسلات. هي الزوجه الثانيه، والزوجه الثانيه بتبقى موضوع شائك شويه، لان الزوجه الثانيه دي دايما ليها عندنا في العرف ان الزوجه الثانيه دي اللي هي الست المتحكمه اللي دايما بتبقى اخده الراجل من مراته الاولانيه وخربت بيت، ويعني كله ليها منظور معين في المجتمعات عندنا، خربت البيوت المتحكمه بالظبط. هي شخصيه حالمه جدا. احنا بنكتشف ان هو متجوزها بقاله فتره. هي انا المفروض زوجة ياسر جلال اللي هو فارس، وانا الهام مراته الزوجه الثانيه. المفروض هي شخصيه بزنس وومن، بتشتغل عندها شركه سياحه، بتحبه لدرجه الجنون، مش الجنون اللي هو الجنون اللي يأذي، لا بتحبه لدرجه ان هي راضيه بحياتها معاه زي ما هو. مراته على سنة الله ورسوله، بس هي الأمان بالنسبة له، وهي اللي بتبقى العيلة بعد كده. يعني حتى العيلة كلها، أنا بقول أحداث معينة من غير ما أقول حرق معين، بس لازم أوضح الدور. فهي الزوجة الحنونة اللي بتطبطب، اللي عايزه حياته تبقى ماشيه بيرفكت وممتاز، لدرجه ان هو كل حاجه بالنسبه لها في الدنيا، فما تفكرش انها ممكن تحرم نفسها من اي حاجه، سواء كانت خلفه او كان سواء ظهور بيه قدام الناس عشان محبتها الطاغيه ليه. هو دور حالم، دور رومانسي محب، انا حباه. الحوار راقي جدا، مكتوب بشكل عالي، يعني مشاهد ما بين الرجل او الرجل والمرأة او الزوج والزوجة فيها رقي جدا في الكلام. يعني في كلام فكري، يعني مش بحبك وبتحبيني بموت فيك، اللي هو لا 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 لا، في حوار تاني عالي، حوار فكري. فالحتة دي بالنسبة لها هي محتوية فيها، عشان كده هو لجأ لها، فهي عشان كده هي الزوجة الثانية. ابص لروحي فجأة لقيتني كبرت فجأة، تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي. قوليلي ايه يا مرايتي، قوليلي ايه حكاية الكنش دي نهايتي واخر قصتي. السلام عليكم. اهلا بحضراتكم يوم جديد وبرنامجكم بلاتو، وزي ما عودناكم حلقات في بلاتو بتكون مختلفه. شغال معروف هو تحرق الفيلم. استنوني في بلاتو على قناة مصرية فضائية. استنوني على المصرية، برنامج بلاتو على قناة المصرية. انتظروني على الفضائية في بلاتو. استنوني في بلاتو على المصرية. على المصرية، واحنا كلنا بنحبه. ريم، يمكن بجد من خلال حوارنا مع كل نجوم المسلسل فعلا في مواضيع كتيره بتطرح وقضايا ورسائل كتيره مهمه جدا. يمكن انت اشرتي الزوجه الثانيه في حياه الزوج بتبقى دورها عامل ازاي، ويمكن يعني مواضيع كتيره مختلفه. دور النجم الكبير محمود ياسين مع النجمه الكبيره سمير احمد، يمكن في مواضيع كتيره وقضايا كتيره بتطرح، ودور ياسر جلال انه من نائب وزير بيبقى وزير. ففي فعلا مواضيع كتيره بتطرح، تطورات كتير في شكل الاحداث، تفاصيل المسلسل داخل عمل ماما في الاسم. فان شاء الله يعني ربنا يوفقكم فيه ويوفقك في العمل. انا عارف انك بجد مجتهده جدا، ويعني ان شاء الله ربنا هيوفقك من خلال اعمالك الجميله، وان شاء الله برضو يعني تحققي نجاحاتك واحلامك كل اللي انت بتتمنيه ان شاء الله باذن الله. وبجد شرفتينا ونورتينا. شرف ليا. بس يعني كلمه اخيره تحبي تقوليها لكل مشاهدين قناه المصريه وبرنامج بلاتو عن مسلسل ماما في الاسم، واي حاجه حابه تضيفيها يا ريت تتفضلي. طبعا مسلسل ماما في الاسم مسلسل يستحق المشاهدة لسبب واحد، لأنه هو في أعظم نجوم شاهدتها السينما والتلفزيون، الأستاذة القديرة أستاذ سميرة أحمد، والأستاذ القدير أستاذ محمود ياسين، ومجموعة أبطال كلنا مشاركين، وكلنا عاملين حالة حلوة وفكرة جديدة، والسيناريو حلو قوي. أستاذ يوسف معاطي طبعا وأستاذ باب حسين عاملين شغل حلو قوي. ان شاء الله هيعجبكم وهيحوز اعجابكم.
واتمنى ان انا كمان اقدم دوري بشكل تحبوه. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. اتفضلوا 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 يعني انصراف. السلام عليكم يا فندم. يا فندم اتفضل. الباشا قال اتفضلوا. اتفضل ليه؟ خلاص السلام عليكم يا فندم. اسفين كتر السلام مش لذيذ مش حلو. يلا يا ستي الله يخليك هنتحبس. يلا السلام عليكم.